الحكومة الصادر بالأمس في 17 فبراير. السيد الرئيس، السيدات والسادة، هناك ارتباط وثيق بين الإرهاب ومختلف الجرائم الأخرى العابرة للحدود مثل تهريب الأسلحة والمخدرات ومشتقات النفط وغسيل الأموال وتهريب البشر، ومن ثم تظهر الحاجة بوضوح لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي وشبه الإقليمي وبين الدول المجاورة للسيطرة على الحدود، ووضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات لتتبع المجرمين وتقديمهم للعدالة. كما تظهر الحاجة إلى التعاون الفعال لمواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وفقا لقرار مجلس الأمن 2178 لسنة 2014، ووضع التدابير الرامية لمنع هذه الظاهرة ومعالجتها، بالإضافة إلى مواجهة حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن التي ترتكبها المجموعات الإرهابية لاستخدامها في ليبيا وفي غير ليبيا كمصدر من مصادر التمويل والضغط السياسي. ختاما، في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب والحكومة بصفتهما السلطات الشرعية للبلاد على دعمها الكامل للجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام السيد برناردينو ليون للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية من خلال الحوار، إلا أن ليبيا تواجه تحديات خطيرة، وهي ليست تحديات بل هي أخطار حقيقية تواجهها مع جميع دول المنطقة. وما لم نجد الدعم الدولي القوي والفاعل فقد نفشل في القضاء على الإرهاب في الوقت القريب، وتصبح البلاد بكاملها مثل الخلية السرطانية في جسم المنطقة. وأرجو أن يؤخذ ذلك في الاعتبار بتقديم المساعدة للسلطات الليبية الشرعية في بسط سلطتها على جميع أراضي الدولة وحدودها. وفي هذا الإطار تجدد السلطات الليبية تطلعها إلى مزيد من الدعم من جانب مجلس الأمن، وخاصة فيما يتعلق بحث الدول على الالتزام باحترام قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بتتبع ومراقبة تهريب الأسلحة للمجموعات المسلحة في ليبيا ومصادر تمويل الإرهاب. نحن في ليبيا نقدر عاليا الجهود التي تبذلها مندوبية المملكة الأردنية الهاشمية في المجلس، المتمثلة في تقديم مشروع قرار إلى مجلسكم الموقر نيابة عن المجموعة العربية، نأمل أن يحظى بقبولكم ودعمكم. شكرا سيد الرئيس. 感谢达里先生阁下的发言。